خلينا نحكي انه هاي التجربه هي اللي صقلت، اللي وصلت عدنا جد للتجارب الثانيه، سواء يوم من اعلان المجلس تم اعتقالي من قبل الاجهزه الامنيه. انتم من وراء الحركه الطلابيه بتخسروا بعض. فكان هاي يعني من اكثر اللحظات هي لحظه الاعتقال، انه تم نقل الشباب جزء منهم على التحقيق وجزء منهم على السجن، وأنا تم نقلي على سجن على مستشفى شعر سيدك في القدس يعني. قديش بتحس انه ضروري يكون الشخص المناضل، بغض النظر هو مناضل نقابي، مناضل ضد استعمار، مناضل مناضل، قديش ضروري يكون مثقف؟ بتحس الموضوع محوري كثير؟ هسه في شوف دور الحركه الطلابيه هو له عده جوانب، له عده جانب خدمات، وله جانب رقابي، وله جانب وطني، كل هاي الجهات. هسه هي كلها يعني ضروب لازم تسلكها الحركه الطلابيه، لكن ما تطغى دور على اي دور، وبنفس الوقت انه في يكون تقييم للمرحله اللي انت فيها. في بعض الاحيان انه انت بتحتاج فيه يكون عندك فعاليات وطنيه، مش لازم يكون الدور الوطني طاغي. شو الاخبار؟ الحمد لله بخير، الله يسعدك. عبود، انا حابب انت لا يعني المعرف لا يعرف، فاهم؟ بس انا حابب تعرفنا على حالك للي بيعرفكش من صديق. أنا عبد المجيد ماجد حسن، طالب محاسب جامعة بير زيت، رئيس مجلس الطلبة السابق، معتقل سياسي ومعتقل أمني، عند السلطة وعند الجيش. حبيت طريقه التعريف. عبد، انا استغربت انه لسه ضايل لك فصل. يعني بحكم الظروف والاعتقالات المتكررة، يعني تم اعتقالي 4 مرات، من قبل الجيش، مرة من قبل السلطة، فكانت سبب في تأخيري من التخرج في الجامعة لحد هاي اللحظة. أنا حاليا سنة سابعة في الجامعة، متأخر 3 سنوات عن التخرج. عبود، انت اي دفعه؟ أنا دفعة 118. اوكي، صحيح. الاعتصام اللي التقينا فيه تعرفنا فيه بعض، كنت سنه اولى لسه؟ كنت سنة ثانية. كنت سنه ثانيه. فصل أول سنة ثانية. صحيح 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 صحيح. طب عبد، بدي ابلش يعني زي ما حكينا، معني كثير ادخل بالحركه الطلابيه برزيل، فبدي اسمع من عبد رؤيته، وعن جد بصدق اصحاب بدردشوا مع بعض، يعني فاهم علي؟ عن الحركه الطلابيه لما عبد دخل الجامعه، الحركه الطلابيه بعد كل الاشياء اللي عمالها بتصير، كل المؤثرات الخارجيه، كل الضغط اللي عماله بصير، لوين رايحه الامور؟ هل الحركه الطلابيه اختلف دورها؟ هل هي محلها ثابته؟ بحب اسمع منك. يعني الحركة الطلابية قبل ما احنا ندخل على الجامعة كنا دائما نسمع عنها، ونسمع خصوصا عن الحركة الطلابية في جامعة بير زيت صحيح. ومجلس الطلبة في جامعة بير زيت، وكان لها عز مضى من سنوات سابقة. خرجت العديد يعني من الشهداء والأسرى والقادة، وسطرت بالعز يعني ملاحم وأمجاد كثير، يعني أسماء كثيرة تصدرت المشهد الفلسطيني اللي هم خريجين جامعة بير زيت وقادة الحركة الطلابية في جامعة بير زيت. أنا لما دخلت الجامعة كانت الحركة الطلابية يعني متميزة في جامعة بير زيت، وكان هذا يعني سبب من أهم الأسباب اللي أدى لانخراط عبد المجيد في الحركة الطلابية في جامعة بير زيت. لكن بتعرف بحكم الظروف والفترات، تيجي فترة بتكون قوية، ممكن إنه تضعف شوي، ممكن يصير اختلافات. لكن على طول الفترة اللي كنت فيها أنا في جامعة بير زيت كانت الحركة الطلابية متميزة، وأنا بقول يعني إنه الحركة الطلابية جامعة بير زيت هي أكثر حركة طلابية متميزة على مستوى الجامعات، كلها تمام. جامعات ضفة وجامعات فلسطين بشكل عام. حاليا بحكم الظروف طبعا نحن نقدر نحكي إنه الحركة الطلابية في السنوات اللي أنا عشتها كانت في فترتين، يعني كانت نقلة نوعية، وكانت سبب رئيسي في تأثر الحركة الطلابية، اللي هي الأول سبب فترة كورونا. كورونا، إنه صحيح. هاي فترة يعني كانت صعبة على الجميع، وكان في انقطاع يعني بين مكونات الجامعة. بتعرف إنه أول مرة بنخوض تجربة الدوام عن عن بعد بعد. والتعليم الإلكتروني، وكان ما في أي نشاطات يعني للحركة الطلابية. هنس كانت في سبب ضعف نوعا ما للحركة الطلابية بحكم انفصالنا عن الواقع التعليمي في الجامعة. بعدها عادت الحركة الطلابية، كانت يعني خلينا نحكي محطة الانطلاق الأولى ما بعد كورونا، اللي هي فترة الاعتصام الضخم اللي تمت على أثر إقالة عنان الأتيرة اذكر، بعد صحيح. اعتقال زميلنا إسماعيل البرغوثي بالغوث. بإصابة طلاب الجامعة، بالإضافة إلى عدد من كباتن الحركة الطلابية. كان هناك في يعني في فترة إنه تهميش لدور الحركة الطلابية. كانت هي انطلاقة جديدة للحركة الطلابية، استمرت خلينا نحكي لحد 17. ما بعد 17 بدأت مرحلة ثانية في تاريخ الحركة الطلابية.
بعد 17 سنة زادت الضغوطات، ويعني حتى مش على مستوى الحركة الطلابية، على على مستوى كل شيء بالدنيا، كل شيء بالضبط، على بالحياة. مستوى الضفة الفلسطيني والعالم ككل. على أثرها تعرضت الحركة الطلابية يعني لممارسات أول مرة يتم التعرض لها على مستوى من قبل الاعتقالات والملاحقات، انت تضييق عبد تم العمل. اعتقالك خلال فترة الحرب. أنا اعتقلوني قبل أسبوعين من فترة الحرب، كنت وقتها رئيس مجلس طلبة جامعة بيزيد. صارت الحرب يعني إحنا في الزنازين عند التحقيق. زنازين عوفر العزل يعني اه. وقتها كانت الحرب صحيح. وشو اختلف بين صباح دخول الحرب مع قبل؟ ما قبل 17 ما بعد 17 فارق كبير جدا يعني. ما قبل 17 الجميع طبعا هم بظن انه حملة على السجون بدأت بعد 17، لكن هذا غير صحيح. قبل 17 ومنذ استلام ابن غفير يعني صحيح. المسمي كان هناك تضييقات عديدة على السجون وعلى بس الأسرى. الوضع اليوم عبد مختلف جدا يعني برضه. طبعا بشكل كبير يعني. قبل نحكي كان في فسحة من المستوى صحيح المعيشي. صحيح. ما بعد 17 الضرب والتنكيل والتجويع والعطش والمرض والحرمان من أبسط الحقوق الأساسية والبرد تعرف يعني، شفت قديش الفيديوهات والأخبار اللي طلعت من صحيح الأسرى. صحيح صحيح صحيح. طب عبد، قبل ما ندخل بمرحلة الأسر، خلينا شوي بمرحلة تجربة عبد بجامعة فايزية. احكي لي عن شعورك عبد أول ما وصلت منصة المناظرة. أنت كنت مساعد مناظر. صحيح. حابب اسمع هذا اللي هو قاعد. انا يعني كنت بودي استضيف معتصم او يوسف عبدين او حدا من هذول الشباب، فاهم، انه اسمع من المناظر نفسه. بس حابب اسمع عن دور اول شيء مساعد المناظر، لانه في ناس من طلاب الجامعه او برا الجامعه ما بيعرفش بالضبط ايش دور مساعد المناظر. وجد ايش شعورك قبل لحظه ما انت وصلت المنصه؟ أنا قبل موضوع المناظرة المنصة، هي أصلا بحد ذاتها تجربة جامعة بيزيد تعطيك شعور رائع. صحيح صحيح. تجربة المناظرة يعني سواء عند المناظرين المساعدين أو عند طلاب جامعة بيزيد إلها وقع خاص. يعني أنا كان صعود على منصة المناظرة مرتين، مرة عام 2022 مرة 2023. انت بالمرتين كنت مع معتصم؟ صحيح في المرتين. بالمرتين. كنت انا مع هنا. معتصم. المرة الثانية كنت مساعد مناظر بشكل أساسي. قبلها كان زميلنا عبد الرحمن علي. عبود. صحيح. صحيح لا صحيح صحيح. 2023 يعني هي حقيقة إنه فعالية أو إلها وقعها الخاص في نفوس طلاب جامعة بيرزيت. حتى عند أبناء الحركة الطلابية ممكن الصورة الشائعة تقول إنه هذول بدهم دائما متخاصمين دائما، لكن صحيح الصورة الثانية اللي بتخفى عن الناس هي إنه العلاقة تكون جدا طيبة وجدا قوية بين المناظرين من الكتب الطلابية صحيح. المختلفة. ومنظر إنه المنصة وأنت قدامك طلاب كل واحد بفكره بحرية رأيه وبانتمائه الخاص بخوض هاي التجربة. يعني احنا زي ما نقول الجميع احنا ما خضنا تجربة الانتخابات إلا داخل جامعة بيرزيت للأسف صحيح. يعني. فكان لها شعور جدا جميل، شعور جدا رائع. نتمنى انه يعني ترجع هاي الاجواء هاي الايام، لكن حاليا احنا بنمر في مرحله مفصليه في تاريخ كل قضيتنا الفلسطينيه. بصراحه. صحيح صحيح. طبعا. ان شاء الله انه يكون النصر يعني الحليف، نكون انه يا المرحله رب الجايه اللي مقبلين عليها هي مرحله عز ونصر لهذه يا رب الامه. يا رب. عبد، سؤال تاني. ايش بترد على الناس اللي بتحكي انه موضوع المناظره بجامعه الزيت انتوا بتطلعوا بترضوا على بعض؟ بس في المناظرة بجامعة بير زيت اتسمت في طابع معين. هالطابع كان انه على مر السنين اللي خارج جامعة بير زيت ما بيعرف هاي الحيثيات او انه كيف بنظروا لها الطلبة او كيف بنظروا لها الاحزاب المتناظرة يعني على جامعة بير زيت. هو مش موضوع ردع، لكن هي الفكرة من منصة مناظرة جامعة بير زيت انت باعتبار منبر اعلامي لكل حزب في اللي هو بده يحب، سواء داخل الجامعة او خارج الجامعة. ما بيكفي انه على داخل الجامعة الامتداد السياسي عبد. بالضبط. طبعا والامتياز يعني هو شيء مؤثر بشكل كبير. الطالب يعني على طوال السنه هو شايف نشاطك وشايف شو اللي انت بتعمله. هذا يعني انك انت تلغي برنامج انتخابي او ما توضحه او شو اللي انت قمت فيه، لكن في جامعه بيرزيت مناظره جامعه بيرزيت ليست هي المحطه الاساسيه لعرض هاي لا لا 100%. يعني. لا لا، مفهوم فكان جدا. فكان هي النظره هاي اللي بتطلعوا لها الخارج الجامعه هي بنظر طلاب عند بيرزيت او مشاركين جامعه بيرزيت، يعني هي نظره سطحية تفتقر إلى عدة معرفة في جامعة بيرزيت. عبود، شو اكثر تجربه من تجاربك من الحركه الطلابيه؟ انت كنت مساعد مناظر، كنت عضو مجلس طلبه؟ لا، كنت عضو مجلس طلبه. كنت منسق الكتلة الإسلامية. كنت منسق. صحيح، منسق ومساعد مناظر.
ورئيس مجلس طلبة، يعني أكثرهم عبد بتعلق فيها قلبك؟ يعني كل تجربة كان في لها وقعها الخاص. يعني بداية إنه كمنسق خطة إسلامية كانت هي يعني بداية العمل الطلابي اللي أنا خضته في جامعة بيزيد، وكانت يعني تجربة فيها كثير صعب، خصوصا إنها كانت خلال فترة كورونا يعني. صحيح فكان ظل صحيح. غياب مجلس طلبة، وكانت الأمور يعني في تجربة جديدة جديدة علينا وعلى صحيح. الجامعة وعلى الطلاب، يعني كانت تحديات كبيرة. خلينا نحكي إنه هاي التجربة هي اللي صقلت، اللي وصلت عدنا جدا للتجارب البعد. الثانية، سواء إنه في المناظرة أو في مجلس الطلبة. بالإضافة إنه مجلس الطلب كان له تجربة ثانية خاصة، إنه كان أنا يعني بداية رئاسة مجلس كان في اعتقال عند السلطة، يعني في خلال بداية كان المجلس. صحيح يعني قبل بيوم من إعلان المجلس تم اعتقالي من قبل الأجهزة الأمنية. أنت هاي كنت بزنازين السلطة لما تم تم تعيين بالضبط لما تم الإعلان عن رئاسة رئاسة المجلس. المجلس. فخلال هاي الفترة كانت يعني إنه تم إعلان عن إضراب، وكان في استجابة. وإحنا في آخر فصل، وإنه تعطل الدوام كثير، وقبل أصلا كان صار عدة إضرابات يعني. فلما خرجت من السجن وكنت يعني أتابع أشوف شو اللي صار في الأحداث في الأيام الماضية، كان حجم المسؤولية كبير. إنه حاليا يعني الجميع كان بيستنى فيك، الجميع إنه سقف خلينا نسمي التوقعات عالي مش يعني توقعاتي عالية، وبنفس الوقت انه انت متوقع منك كمجلس طالب في جامعة بيزيت هي اصلا عالية. صحيح. بالاضافة انه انت في عندك مرحلة استدراك يعني لفترة، باعتبار مدة شهر، وضغط كان كبير جدا اللي انت بدك تتجاوزها. والحمد لله رب العالمين، يعني هي كانت تجربة قصيرة، ما مهلناش الاحتلال كثير فيها، لكن كانت تجربة جدا مميزة. لا عظيم. احكي لي أول إشي، هل عمره أنت كعبد حضرت اعتقال لحدا من أخوتك وأنت بالبيت؟ صدفت إنك أنت بالبيت؟ يعني خلال الاعتقالات انه كان في اعتقال شكرا. محمد وشقاته التنتين، لكن كافة الاعتقالات انا ما كنت اكون موجود فيهن ولا في مرة كنت البيت يعني. بالضبط. الحمد لله. بفهم. ولا مرة كنت في البيت، لكن كان دائما وقع الاعتقال انه جدا سيء. قبلها كان يعني حضرت اعتقال الوالد، وحضرت اعتقال الوالد يعني في سنين سابقة، وهم شهدوا اعتقالي العائلة صحيح من صحيح. دار مارتن صحيح. لكن ترفع بحكم راسنا ان عليه. الله يسعدك، لكن بحكم الاعتقال او اذكر صحيح اعتقال محمد الثاني، كنت انا يعني صار لي 25 يوم طالع من السجن، وتم يعني كان اعتقال محمد الثاني حضرتها كان. صحيح صحيح اعتقال صحيح. محمد الثاني انا كنت موجود، حتى كنت متوقع انه يعني جايين على مقابله الشحرور زي ما بنحكيها، لكن بين انه كان شحرور طبعا اللي اعتقال هي مصطلح الإفراج، بس إفراج المهم من نحكي. السجن صحيح. لكن كان الاعتقال وقتها محمد هو الاعتقال الوحيد يعني اللي اللي حضرته لحدا من شهدته. كل الاعتقالات؟ من كل كان هو الاعتقال لا هو بس الوحيد. في جزء فيه الحمد لله رب العالمين الحمد يعني فبروح لهذا الشيء. طيب عبد، ردك على الناس اللي بتحكي انه انا هلا بحكي بصوت مش عبد بربر، انا بتعرف رايي بهالمواضيع، انا بس بحكي عمالي رايي من الشارع بطلع على عبد. في تعليقات بتيجي على ابناء الحركه الطلابيه انه انتم ناس دائما بتتاخروا بالجامعه، بتحطوا الاعتقالات شماعه، مش اكاديميا، مش عن جد انتم بتكونوا يعني شاطرين او بتدرسوا، او انت باخذ الجامعه عشان تضلك تسكر لي اياها. ايش رد؟ مش انا بحكيش لا عبد رئيس المجلس، بحكي عن عبد المجيد. ايش بيحكي بجاوب بالكلام؟ أبناء الحركة الطلابية يعني في البداية هم طلاب زي طلاب الجامعة، لكن هم أخذوا على عاتقهم خدمة إخوانهم في الطلبة. لكن الواحد في الوضع الطبيعي بدون أي مشاغل ثانية بتلاقيه إنه ممكن يتصعب يتأخر إنه في موضوع الجامعة اللي بينزل 15 بينزل 18 ساعة، فما بالك لما يكون عليه عبء وعاتق حمل هاي المسؤولية وخدمة إخوانه الطلبة، اللي في كثير من في كثير من الأحيان يعني حتى خلال مثلا فترة التسجيل والقبول والحذف والإضافة هاي بالاضافه. الأمور، بدك أنت أصلا ما بتقدر تداوم في هذا الموضوع. أبناء الحركة الطلابية هم مش طلاب ماخذين شماعة، بالعكس إحنا كثير عندنا نماذج مشرفة في الحركة صحيح. الطلابية شاهد على تميزهم وإبداعهم يعني في المعدلات العالية. وحتى أنت لو تتبع مسيرتهم التعليمية والعملية ما بعد التخرج من الجامعة، تلاقيهم إنه وين ما تروح أنت تلاقي أعضاء أبناء الحركة الطلابية في تميزهم. هي يعني أنا بعتقد إنه مقولة خاطئة وتصور خاطئ عن أبناء الحركة طيب الطلابية. سؤال ثاني، نروح لمحل ثاني. الناس اللي بتحكي انه انتم من وراء الحركه الطلابيه بتخسروا بعض من بحكم الاختلافات، يعني بحكم اختلاف بنفس الوقت الالوان. يعني في جامعة بيرزيت، رغم المشاحنات اللي بتصير يعني، ورغم انه المعروف الاخير انه انت امتداد
لحزب سياسي خارج 100%. الجامعة، لكن اللي بيختلف إنه غير عن الأحزاب اللي خارج الجامعة، داخل الجامعة إنه إحنا مضطرين إنه إحنا في عمل مشترك بيننا، في مصلحة عليا اللي هي مصلحة الطالب ومصلحة الجامعة. رغم كل الاختلافات كانت تكون يعني هناك علاقة بين أفراد الحركة الطلابية مهما صار إنه اختلاف. ممكن أنا ما أتفق معك على هاي النقطة بحكم الأفكار السياسية والآراء الحزبية الموجودة عندك، نختلف هاي النقطة نختلف هاي النقطة، لكن في الأخير في نقطة أو أرضية مشتركة إحنا بنقدر إنه مية نجتمع عليها. حتى ما بعد يعني باعتبار الاختلافات ما بعد الجامعة كانت تظل علاقتنا قوية في هذول الأفراد، حتى صحيح. سواء داخل الجامعة وبعد انتهاء العمل الطلابي. الطلاب. الصورة الظاهرة ممكن الناس تشوف هاي الصورة إنه في اختلافات أو ممكن تخسروا بعض، في المقابل صورة ثانية إنه كانت هاي العمل الطلابي أو هاي الاختلافات سبب لقربنا من بعض وتكوين علاقة قوية. طب عبد، سؤال تاني اروح لك برضه. هلا نرجع شوي لبيرزيت. موقف انت بالجامعه بتشعر انك عشته كان كثير صعب، بيعرفش فيك طلاب او بتاع، ما اخذتش الصدر اللازم. كنت بمحل تم اعتقال، انت تم اعتقالك من جوا الجامعه؟ أنا تم اعتقالي تم اعتقالك من جوا الجامعه، يعني مثلا ذكرى زي اعتقال او زي شيء صار معك جوا حرم جامعه بيرزيت مش عن جد انت حكيت عنه. يعني هي شوف المواقف اللي يعني بتصير في هذا الجانب كثيرة، لكن أنت في الأخير هاي المواقف اللي تصير لما أنت أخذت على عاتقك حمل هاي المسؤولية، ما بتطلع لهاي الصعب. يعني اللي بيعرف شو نتائج هذا الشيء بتكون عليه كل هاي الطريقة بتكون عليه كل صعب. تعرضنا لكثير مواقف صعبة في الجامعة، منها مرات الاعتقال، سواء مش شخصية اعتقال أصحاب إلنا يعني صحيح. الإخوة إلنا كان وقع أثر اعتقالهم علينا صعب. بالإضافة مثلا لأحداث يعني استشهاد زملائنا في الجامعة، كانت يعني من أشد اللحظات ممكن نعيشها. بعد إنه هذا كان زميل لك يوم 100%. يوم بتشوفه وتتعامل معه، خلال لحظات إنه كان بطل موجود معك، ربنا يرحمهم يا يتقبلهم إن رب. شاء الله يعني. يا رب. خلال سنوات يعني كان الشهيد عامر بدر، الشهيد جواد وظافر فيصل صافي، الرماوي جواد ويزن وظافر. الخصيب. يعني مثلا أيسر الله يرحمه لما استشهد أنا كنت في السجن طبعا، ما عرفت خبر استشهاده إلا وأنا مروح على الدار يعني. آه. عرفت انه مرود، تفاجأت بالاضافه لاعتقال عدد كبير من الاخوه. فاحنا كنا نشوف كل هاي اللحظات الصعبه كل ما جات بنشوفها انه هي شيء يسير في سبيل الغايه اللي احنا بنسمو لها، او في سبيل الطريق والدعوه اللي احنا اخترناها يعني. كانت مثلا من اللحظات برضو العصيب مثلا في عام 2022 تم اعتقالنا احنا مجموعة 7 أو كنا 8 يعني في منطقة دورة القارة. تم اعتقالنا قبل الانتخابات اليوم، صحيح صحيح قبل اذكرها. انتخابات اليوم اذكرها يعني. صحيح. وكانت يعني وقتها مثل وسام والعلوي وانت صحيح، صحيح. ومحمد فهد ومحمد عرمان. طيب احنا بنعذر على خطأ التقنية يا جماعة، ما كانش في شحن بالبريفون. عبود كمل لنا. فكان هاي يعني من أكثر اللحظات هي لحظة الاعتقال، إنه تم نقل الشباب جزء منهم على التحقيق وجزء منهم على السجن، وأنا تم نقلي على سجن على مستشفى شعار سيدك في القدس يعني بسبب حالة مرضية صارت معي. وفي وقتها صارت يعني القصة الحادثة إنه وقت ما تم الاعتداء على معتصم داخل سجن عوفة. وكل هذا يعني اللي كان أصعب منه إنه بعد ما روحت من السجن كنت أشوف العبارات أو البوستات إنه كان تم اعتقالهم بتنسيق مع قوات الاحتلال، تم اعتقاله مش فايت انك تشوف انه صحيح. يصير انه موضوع انه نبرة يتم التخوين تخوينك وتعريف بشكل مباشر. كانت هذه من اشد اللحظات اللي ممكن نتعرض لها الواحد، لكن جو تعودنا عليه في بيرسي. لا لا، مفهوم جدا. معتصم. معتصم شو بيعني لعبد المجيد يعني معتصم على الصعيد الشخصي؟ معتصم علاقتي فيه يعني هي قبل الجامعة. معتصم جار وصديق وأخ عزيز علي. أنا بعرف يعني من قبل 16 سنة تقريبا. طول هاي الفترة إنه إحنا كنا مع بعض، والشاهد الأكبر بعد إنه إحنا دخلنا على نفس الجامعة. الجامعة واشتركنا بنفس العمل الطلابي مع بعض. مفهوم. أعطيني معتصم، شو تحكي لناش القصة، عم تحكي لنا شو بيعني لك معتصم. معتصم بحس قصتكم جدا مميزة يعني مش لاحق. هي صراحة يعني جدا جدا وقوية كثير، مش شوي يعني. وزي ما قلنا انه من سنوات طويلة. وبنفس الوقت يعني انا ومعتصم من المحطات اللي في حياتنا مشتركة جدا، سواء انه من المدرسة او سواء في المسجد او سواء في كرة القدم او سواء في العمل الطلابي داخل الجامعة. كان هيدا سواء في نفس الغرفة في السجن يعني. فاحنا خضنا كل هاي التجارب مع بعض، كل هاي المحطات مع بعض، وكانت كل تجربة
تكون العلاقة فيها أوثق وأقوى من التجربة اللي قبلها بحكم السنين يعني اللي مضيناها مع بعض. شخص معتصم يعني شخص عزيز جدا علي، وشخص أنا يعني بحترمه وبحبه جدا جدا. على ذكر كرة القدم مين بتشجع يا عبد؟ أنا يعني سابقا كنت مشجع لبرشلونة، لكن أنا بعد اعتزلت تشجيع كرة القدم. هو افضل برضه بيني وبينك، بما انك كنت تشجع برشلونه افضل انك اعتزلت كره القدم. عبد، نروح برضه نرجع للعمل الطلابي شوي. احكي لنا عن محاولات، بعرف شو من إدارة الجامعة، من عوامل خارجية، من ضغط سواء احتلال سواء أدوات الاحتلال، محاولة تقليل دور الحركة الطلابية وقمعه. ليش بصير؟ من وين جاي الإشي؟ هي دور الحركة الطلابية كان في الجامعة كان في عدة يعني محاولات خلينا نحكي تهميشه أو وضعه ضمن قالب معين لا يتعدى حدود أو خطوط معينة. هاي المحاولات يعني سواء كانت داخلية أو خارجية بحكم إنه دور الحركة الطلابية داخل الجامعة ودور الحركة الطلابية في الشارع الفلسطيني. وكنت وقتها موجود يعني وقت في 2019 تم استدعاء رئيس الجامعة لأول مرة يعني صحيح. كانت بحكم إنه بسبب الحركة الطلابية في جامعة بيرزيت. بالإضافة إنه كانت في ضغوطات يعني هي من الأجهزة الأمنية تقليص دور الحركة الطلابية في جامعة بيرزيت. هاي المحاولات كلها يعني الحمد لله رب العالمين باءت في الفشل. فإنه الحركة الطلابية في جامعة بيرزيت يعني كانت دائما تكون واحد موحد، رغم إنه كانت كثير يعني محطات صارت فيها تفرق واختلاف، لكن إنه بتعرف هي محطات إنه يتم الانتقال بعد الرجعة بعدها، يظل إنه في أنت مضطر للعمل الطلابي مع بعض داخل جامعة مفهوم. داخل جامعة بير زيت. الحركة الطلابية لكن احنا كل بنقدر نحكي ما قبل 17، ما بعد 17 هذا لحد ما تنتهي كل هاي الأحداث اللي أنت تقدر تعطي نظرة واقعية لا على لا، الحركة مفهوم عبد. الطلابية في مفهوم بأي جامعة جامعة حتى، بير زيت. مفهوم. صحيح يعني كان في حقوق أعتقد هناك يعني ضغوطات على إدارة الجامعة بسبب الحركة الطلابية. يعني كانت فترة طويلة على مستوى جامعات الوطن الحركة الطلابية بجامعة بير زيت هي كان لها الموجودة ولها التأثير الحقيقي غير عن الجامعات شو اللي بيفرق يا الثانية. عبد؟ شوف يعني هي شهادة التاريخ إنه الجامعة لها دور كبير في هذا الموضوع. يعني الجامعة كبرزيت محقق احنا بنحكي صحيح هون. كجامعة بير زيت إنه فيها مساحة للعمل الطلابي، سواء إنه تم تقليصه تم توسيعه بحسب الظروف والفترات اللي هناك إنه مساحة للعمل. والحركة الطلابية بجامعة بير زيت هي بتظل باعتبار أحد مكونات الجامعة الرئيسية. السبب الثاني تاريخ الحركة الطلابية بجامعة بير زيت عريق، يعني هاي في الأخير الحركة الطلابية تعمدت في الدم لحد ما نشوف إحنا هاي اللحظة اللي وصلنا لها وتضحيات الأسرى وتضحيات الشهداء وأعمار داخل السجون. ثالثا التفاف الطلاب حول الحركة الطلابية. الطلاب يعني الحركة الطلابية هي امتدت برضه للطلاب داخل الجامعة، صحيح. بتعبر عن آرائهم وعن مطالبهم وحقوقهم. فالتفاف الطلاب حوالين حوالين الحركة الطلابية في جامعة بير زيت في كثير في أغلب الأوقات كان هو سبب برضه لقوة الحركة الطلابية واستمرارها داخل الجامعة. طب على ذكر الديمقراطية وحرية الرأي ومش عارف ايش هيك، قديش بتحس انه احنا بزمان بيتم استخدام هذا الموضوع حرية الرأي والثقافة عشان نضل نبرر انبطاحنا ونبرر تخاذلنا ببعض المحلات؟ بحكيش عنا احنا، انا بحكي بشكل عام كوعي جمعي عماله بنطرح عن جد. وبديش ادخل بالتفاصيل بالمصطلحات، لا بدنا ندخل بالتفاصيل بس بدون المصطلحات. اعتقد الامور واضحة. بحب اسمع منك رأيك بهذا شوف الموضوع. احنا يعني خلينا نحكي الديمقراطية في أن يعني هي عبارة عن شيء شكلي يعني مش بالمفهوم الواسع المطلق. حتى حرية الرأي في التعبير معروف يعني وموجود سواء انه في الاعتقالات يعني في التضييقات. يعني احنا كنا نمارس هاي الحرية نوعا ما النشاطات داخل جامعة بيرزيت، لكن احنا خارج جامعة بيرزيت كنا نواجه شتى انواع الملاحقات والصعوبات يعني والتضييقات على اثر ممارستنا داخل هاي الجامعة. في كثير يعني زي ما قلت إنه بيبرروا هذا السبب حكم الديمقراطية. يعني بتنقسم إلى قسمين: جزء هو فعليا بده يبرر هذا الشيء لأنه هو مش قادر يعمل وهو مفهوم. ما بده يسوي. والجزء الثاني اللي هو بيعتبرها نوع من الحكمة إنه كان خاض تجربة قبل، حاليا إنه بده في مرحلة انتقالية لمرحلة سابقة. فهو المفهوم واسع يعني جدا، تقدرش تحصره في خلال إنه مثلا عدة تجارب، لكن في شواهد كثيرة اللي احنا بنقدر نشوفها على صدق هذا الجانب
تخاذل هذا الجانب. عملت برضه انت يا زلمه لعيب بالعكس، بحترم جدا صراحه كيف تحكي وحقك بالاخر تطلع اللي بدك اياه. آه، نروح لمحل تاني. عبد، آه، هل ممكن نشوف عبد المجيد بكمل ماجستير بجامعة بيروت وبكمل بالحركة الطلابية للماستر بجامعة بيروت؟ بس موضوع الماجستير يعني هو صراع في البال يعني، والفكرة إنه ممكن أنا آخذ التجربة مباشرة يعني بعد انتهاء من البكالوريوس، دايركت إنه أنتقل بحكم إنه أصلا إحنا متأخرين يعني 7 سنوات في الجامعة. كان يعني الشباب أصحابي كل أنت بتخلص بكالوريوس وإحنا بدنا نخلص ماجستير يعني. فأنا هاي التجربة حاط في بالي إن أنا آخذها مباشرة يعني بعد تجربة البكالوريوس والانتهاء، لكن موضوع إنه الحركة الطلابية في موضوع الماستر لا، ما أظن إني أخوض فيه. أولا الظروف حاليا لا تسمح، ثالثا الحركة الطلابية في الماستر مش زي إنه في البكالوريوس، ثالثا إنه في الواحد يعني بتحس أفاضل. إنه كل مرحلة لها صحيح بالضبط، يعني كل مرحلة لها أهدافها ولها تجاربها الخاصة. الحركة الطلابية كان لها دور كبير يعني خلال فترة البكالوريوس، لكن مرحلة الماستر يعني خصوصا الواحد في هالعمر بصير يطلع لآفاق ثانية وأجواء ثانية اللي ممكن إنه يخوضها أو إنه يمشي فيها. صحيح. حلو. عبد، أنا بس حبيت بالبريك الدقيقة واحدة هذا أتأكد من المعلومة، يعني إنه أنت حافظ لكتاب الله. حفظته بالسجن ولا برا؟ أنا الحمد لله رب العالمين، يعني ربنا من علي بحفظ القرآن الكريم، وهي كان نحكي إنه برا السجن وجوا السجن، لأن أنا بدأت رحلة الحفظ خارج السجون من قبل يعني مدة طويلة، يعني هي بدأت منذ الصغر، بتعرف محاولات عديدة. كانت مرحلة أكبر قبل يعني دخول السجن، وتميتها خلال مرحلة السجن، فهي كل مرحلة احترام. على نوعين يعني الحمد لله رب العالمين. بالاعتقال الأخير أنت تميت الحفظ؟ صحيح بالاعتقال الأخير يعني هي أصلا خلال فترة الحرب، خلينا نحكي إنه أصلا موضوع الحرب كان داعم كبير إنه للاستمرار والإسراع في هاي الموضوع. وكنت يعني وقتها في سجن نفع يعني 22/12/2023. كل احترام، كل احترام. طب عبد، احكي لنا عن الحياة اليومية للأسير اليوم بسجن نفحة خلال فترة الوضع الحالي. يعني أنا خرجت من السجن قرابة قبل 8 شو؟ شهور يعني، وبعدها حتى يعني خلال هاي ال8 شهور قبل قديش كان صعب. بعد نفس الشيء يعني صار في برضه تضييقات وحكم تعرف الوضع والظروف، لكن ظليت متبع من خلال الشباب اللي بيطلعوا من السجن وهالأسرى اللي بيطلعوا يعني من مقابلاتهم والحديثهم اللي بيحكوا. يعني هي باعتبار إنه داخل السجن هي حياة عبارة عن حياة معدومة يعني. انت لاقي بتضلك انه ممكن في اي وقت انك انت تتعرض القمع، في أي وقت بدك تتعرض للضرب، ناهيك عن الجوع المستمر، البرد في أيام الشتاء، الحر الشديد في أيام الصيف. أنت لا تملك أي مقومات الحياة، أدنى مقومات الحياة غير موجودة الفرشات في فترة عندك. سحبوها طبعا عبد. هم لحد الآن حتى هاي اللحظة باعتبار أنه هو نوع من العقاب يعني، إذا تم مخالفة الغرفة حسب قوانينهم الواهية يعني اللي هي ما في أي مبرر إلها، بتم سحب الفرشات من الساعة 6 صباحا لحتى الساعة 6 مساء. أنت بتضلك بدون بدون فرشات، فرشة. وأصلا الغرفة ما فيها أي شيء. في الزنازين يعني كنت في فترة برضه سجن في الزنازين تم بالعزل. معاقبتنا صحيح، إنه كان نفس الشيء، يسحبوا منك الفرشات على الساعة 6 الصبح بيرجعوا لك إياها على الساعة 10 في الليل، مش الساعة 6، بيرجعوا لك إياها على الساعة 10 اللي هي ال8 ساعات اللي أنت مسموح لك نعم 100%. تنام فيها. بالإضافة إنه يعني الجوع الشديد اللي بيتعرضوا له أسرى، الأمراض وعدم توفر العلاج الطبي، يعني كل هاي كانت على بتواجه صعوبات بتواجه الأسير حتى هاي اللحظة. فمعركة الأسر يعني في هاي اللحظات هي معركة صعبة جدا، والأسير يعني يعيش أيام صعبة كانت تمر عليه الأيام كالسنين يعني كالشهور كالسنين من شدة صعوبتها. مفهوم، مفهوم. إيه. طب عبد، احكي، بدنا نروح لهذا المحل لأنه أنا ولا مرة تطرقت لقضية الأسر بالبودكاست عندي يعني. مش غلط الناس عن جد تعرف إنه صح وضع الأسير ما كانش ممتاز قبل 17، صحيح. ولكن برضه يعني كان في نمط حياة معين. بحب إنه أنت تستعرض لنا هذا الموضوع من تجربتك. قبل الأسر يعني كنا إنه الحياة نوعا ما الأسر ضل أسر يعني بصعوبته، وإحنا تجاربنا كانت يعني عبارة عن فترات قصيرة مقابل الأحكام ناس العالية يخلص أحكام والمؤبدات صحيح. يعني. فما كان إنه التأثير الكبير علينا بحكم إنه الفترة قصيرة، لكن نوعا ما كان في نوع إنه من مقومات الحياة أو تعيش أنت ممكن تصبر عليه داخل السجن. طبعا هذا مش إنه من كرم الاحتلال يعني ولا من حبهم في الأسير، هاي
من تضحيات الأسرى على مدار عقود يعني 50 و60 سنة تضحيات، وسقط أسرى شهداء داخل السجن وإضرابات وقمعات حتى ما حصلوا هاي الحقوق اللي هي أصلا أدنى الحقوق اللي لازم ياخذها الإنسان في أي مكان من تواجده. يعني أنت تملك إنه عندك جهاز راديو، كان في عندك جهاز تلفاز، كان في الكانتينا اللي ممكن انك تشتري منها اغراضك، كانه الفوره انت تقدر تلعب رياضه. كل هاي صحيح العادات كانت صحيح. انه تخفف نوعا ما على الاسير، وكان في يعني الاسر يعمل دائما على تهريب الهاتف عن الاجهزه انه يقدروا يتواصلوا مع اهله. بالاخير الاسير المحكوم مؤبد ومحكوم 20 30 سنه انه 40 سنه صار باعتبار هاي حياته وتنفسه صحيح. يعني وحياته. من في الواقع يعني نحكي المادي مش في الواقع الغيبي، يعني الحمد لله رب العالمين كثير من الاسر اللي عايشناهم هم حاليا خارج السجون في بفضل الحمد الصفوات، لله يعني بعد فضل الحمد الله لله. سبحانه وتعالى. فكانت هي نهاية الحياة. وطبعا كل سجن أو كل فصل كان عنده برنامجه الخاص فيه من جلسات ثقافية، من تعليم داخل السجون، برامج لترتيب الحياة اليومية، وبنفس الشيء ترتيب ما بين الفصائل المعينة في نفس السجون لترتيب الحياة داخل الأسر. طب قبل ما نختم، كلمة من عبد المجيد رئيس المجلس ل لشقين، أولا عموم طلاب جامعة بنزرت، وثانيا للناس اللي ممكن تقود المركب تبع الحركة الطلابية بقدر الإمكان. يعني أول شيء لطلاب جامعة بير زيت، إنه إحنا دائما نفخر فيهم. يعني طلاب جامعة بير زيت دائما بتصدر نماذج مشرفة لهي الوطن، سواء على الشق الأكاديمي أو على الشق الثقافي أو على القيادة في كل هاي الجوانب. رسالتنا طلاب جامعة بير زيت، صحيح إنه هاي الفترة يعني اللي بتمر صعبة، لكن بظل إنه التفافكم حول الحركة الطلابية، توجيه الحركة الطلابية، صمودكم إنه ترسيخ الصورة النمطية عن جامعة بير زيت اللي هي موجودة، إنه جامعة الشهداء، جامعة الأسر، جامعة التضحيات، هي الرسالة بيت المهمة. مصطلح ترسيخ الصورة النمطية. صحيح إنه حاليا إنه إحنا على يعني مرحلة مفصلية، إما نكون أو لا نكون يعني، وبإذن الله سنكون. يعني إحنا أصحاب الحق في هاي الأرض. في فترة صعبة تمر على الجميع، هي فترة التضحية والبذل أكثر من هي فترة الأخذ. يعني هي فترة هاي العطاء، فإنه الواحد لازم يقدم كل ما بيقدر عليه. صحيح ممكن يصير في غياب في بعض الجوانب، فإنه إحنا لكن في موجود نخب كثيرة في جامعة بير زيت ممكن إنه تسد هاي الفراغات، ممكن انه تقدم مشاريع واضافات ما كانت موجوده من قبل. فانه ما يستقل اي واحد فيكم بحاله، او انه يكون انه انا مثلا عاجز او انه انا ما بقدر. بالعكس كل واحد هو في عنده نقاط قوه، وفي عنده كثير من الاشياء ممكن يقدمها لهي الجامعه ولزملاء الطلبه. وخلنا اذكر يعني انا من خلال متابعتي للجو العام في جامعه بيزيت هي اللحظات، انه كثير من المبادرات الفرديه او من الأشخاص إنه تكون سواء على مساعدة الطلبة المحتاجين أو حل بعض المشاكل أو من خلال النوادي، هي صراحة مبادرات تحترم. لكن في ظل الجو العام مش لاقي إنه حدا اللي يحضنها صحيح. وإنه يدعمها عشان إنه تنمو تكبر. يعني وتكبر. صحيح إنه قوة الحركة الطلابية هي قوة لجامعة بير زيت، قوة لطلاب جامعة بير زيت على كل الأصعدة. الرسالة الثانية إنه اللي بده يخوض غمار تجربة الحركة الطلابية بده يكون عارف إنه هاي الطريق مش سهلة أبدا. يعني العواقب فيها كثير، العواقب والملاحقات والتضييقات. نفس الشيء العائق الأكبر اللي هو حمل هاي المسؤولية. يعني أنت الأمان بجامعة والتأمين. بير زيت عندك قرابة 16,000 طالب. لما أنتم تكونوا ممثلين لهذول 16,000 طالب بدك تكون عارف شو احتياجات هاي الطلبة، كيف إنك تجيب حكومة، كيف تقدر توازن ما بين الواقع اللي أنت بتعيش فيه وما بين حقوق الطلبة. بتعرف هسه حكم الطرق وشيء التضييقات، ويكون كثير منطقي صعوبات جدا يعني، صحيح. وتعليم إلكتروني ومساقات عملية. فهي كلها بحاجة لبذل جهد كبير ووقت كثير حتى احنا نقدر نحقق هاي المطالب للطلاب. انه كل شخص بده يخوض هاي التجربة لازم يكون عارف انه داخل على مرحلة مش سهلة، بس ومرحلة راح تكون لها الاثر الكبير على ذاته وشخصيته، لانه راح يكون في عنده صقل للشخصية من خلال هاي التجربة مش بأي مكان ممكن يلاقيه خارج جامعة بير زيت، بحكم انه المسؤولية الكبيرة. بالإضافة إنه نحكي الأطر الطلابية أو ممثلينهم، إنه أنت هين في حاجة للوحدة ما بين بعضكم والتعاضد ما بين بعضكم للخروج من هذا الموقف الصعب. يعني ما في حاليا أي مجال للتفرقة، ما في
اي مجال للاختلاف، انه احنا حاليا صحيح. بنمر في مرحله عصيبه. هاي المرحله على كل بتحتاج، القضية لا يعني، صحيح، على كل لا القضية تكاتف صح. كافة الجهود حتى انه نطلع، حتى انه على مستوى الجامعه، انه جامعه بيرزيت يعني هي مناره لازم تضلها مناره، مش لازم تسقط. فاحنا لازم نسخر كل الوقت، كل الجهد اللي احنا بنقدر نعمله كأطر طلابيه لتحقيق هذا الشرط. عبود، أنا عندي سؤال، لأنه أنا من زمان بتلفتني ثقافتك صراحة. قديش بتحس إنه ضروري يكون الشخص المناضل، بغض النظر هو مناضل نقابي، مناضل ضد استعمار، مناضل مناضل، قديش ضروري يكون مثقف؟ بتحس الموضوع محوري كثير؟ يعني هو عنصر اساسي جدا، سواء انه على الشخصيه الموضوع او على شخصيه الفرد. انه لما يكون الاشخاص عندهم ثقافه، فبالتالي بترفع ثقافه المجتمع ككل. لما ترفع ثقافه المجتمع فاحنا بنصير اقرب للتحرير، اقرب لتحقيق الاهداف اللي احنا بدنا اياها. لكن لما يكون الجهل مستشرف، انت حقيقه امام مصيبه كبرى. صحيح. المصيبه يعني انت ممكن تواجه من الاحتلال، وممكن تواجه السجن والقمع، لكن كل هدول لما انت عندك ثقافتك، لما انت عندك انتمائك، هي بتصفي شغلات ثانويه. لانه انت بثقافتك وبانتمائك وعقيدتك راح تتغلب على هاي المصاعب كلها. الشيء الثاني، لما انت تصدر حالك كشخصيه مناضله او قياديه، فانت باعتبار قدوه للاخرين. صحيح. هسه انت لما تكون قدوه للاخرين او ممثل للاخرين، ما بينفع تكون شخصيه مش معبيه، خلينا نحكي مكانها بالمصطلح الفلسطيني او مصطلح الشارع، او انه انت لازم تكون قدوه للاخرين. فانت لازم يكون عندك هذا الحد الادنى، او نحكي التصور العام من الثقافه اللي هم يرجوها تكون عند هاي الشخص، لانه راح يكون التاثر فيك كبير. وانا صراحه يعني من تجربتي في جامعه بير زيت كان في لها الدور الاكبر بعد فضل الله سبحانه وتعالى، وتجربه السجن، كل هاي الشغلات، ودراسه الواقع الفلسطيني وايش احتياجاته، ونصب يعني كل اهتماماتنا على الشغلات المفيده. يعني احنا حاليا مش في مرحله الطرف. يعني كل ما في بعض أبدا. في صحيح. بعض الاشخاص انه كانوا انه يلوموا علينا انه انتم بتضيقوا على هاي، او بتشوفوا هاي، او بتنتقدوا هاي. لانه حقيقه يعني هاي مش للشعب اللي هو موجود تحت احتلال. يعني احنا في عندنا اولويات، في بعض الاحيان تختل الاولويات، فانه يكون اهتمامنا انه احنا نصرف نظرنا انه احنا في عندنا هدف رئيسي، وفي عندنا عدو اساسي، فبعض الامور الثانيه، فاحنا بصير في عندنا اشكاليه فيها. هاي الاشكاليه انه احنا لازم لازم نعالجها من خلال ان احنا نكون قدوه مؤثرين للشباب. ثانيا انه نوضح لهي الشباب. يعني في كثير يعني خلينا نحكي جامعه بير زيت انه بتسم في نوع معين من الثقافه بحكم الواقع اللي فيه، لكن انه احنا بتصير انه هاي انت باعتبار نخبه المجتمع. نخبه المجتمع اللي بدك تروح، بدك تروح على سوق العمل، بدك تروح على المؤسسات، بدك تروح على صحيح الشركات. طبعا. انت بدك تصدر هاي الثقافه، بدك تصدر هاي الصوره للمحيط حولك، او انت اللي بتتعامل معاه، عشان احنا نقدر نبني هاي المجتمع ونطلع فيه. يعني احنا أتفق. كانوا يقولوا دائما الكتاب على الرف قلما يقرأه ناس، انه بضل موجود 100%. على الرف. لكن انت في قيادتك وقدوتك كتاب مفتوح يقرأه كل من يتعامل معه او كل 100%. من يجاهدك. فاحنا كنا بشوف انه انا من دور المسؤوليه علي ما بيقصر انه في اداء مهام الطلاب، لكن نفس الشيء رفع المستوى الثقافي، رفع مستوى الوعي عند الطلاب، عند المجتمع الفلسطيني. فاحنا دائما عند القائد انه ابدا بنفسك اولا، انه انت لازم تكون على قدر هاي الثقافه عشان انت تكون مؤثر على الاخرين، وان الثانيين يستفيدوا معك. فكانت هاي عنصر اساسي، وانه احنا اشتغلنا عليها بحكم انه كان يتم النظر لك بنظره رمزيه معينه، سواء داخل جامعه بيزيد او على مستوى الوطن. فهذا الشيء خلى عليك برضه مسؤوليه اضافيه انك انت تكون على قد هاي المسؤوليه. قديش بتحس إنه دور الحركة الطلابية أصبح خدماتي أكثر منه تفعيلي للطلاب؟ هسه في شوف دور الحركه الطلابيه هو له عده جوانب، له عده جانب خدمات، وله جانب رقابي، وله جانب وطني. كل هاي الشغلات هي كلها يعني ضروب لازم تسلكها الحركه الطلابيه، لكن ما تطغى دور على اي دور. وبنفس الوقت انه في يكون تقييم للمرحله اللي انت فيها. في بعض الاحيان انه انت بتحتاج فيه يكون عندك فعاليات وطنيه، مش لازم يكون الدور الوطني طاغي. في بعض الاحيان الدور النقابي طاغي، بعض الاحيان بدك تلبي الاحتياجات الخدميه. لكن دور الحركه الطلابيه ابدا هو مش دور خدماتي خدماتي، بحت. مش لازم يكون دور خدمات. لكن تقديم بعض الامور الخدماتيه انا خدماتية بشوف انه لازم يكون انه موجود. واجب، بحكم انه بتعرف يعني كثير في مراحل الجامعه وكطالب جامعي، من توفير تراخيص او طباعه او حتى صحيح. معارض، كلها شغلات هي صحيح. من باب التخفيف على الطالب. في صحيح. بعض الناس بقول لك انه انت بتشتري الطالب فيها، لكن انا هاي النظره بعتبرها قاصره. يعني انه انت بدك تساعد، بدك تثبتهم، هذا التثبيت يكون له انك توفر لهم احتياجاتهم. فدور 100%. الخدمات لازم يكون موجود، لكن مش لازم يطغى على دور الحركه الطلابيه. حاليا عند الدور الخدماتي شبه مشلول عند الحركه الطلابيه، واصلا ما غير فيش. غير مقبول في ظل هاي 100%. الظروف، انه احنا في عندنا دور وطني
ودورنا قابل لازم نكون فيه. عبود انا بعذر كثير انه اعطيك الوقت، بس للامانه انا استمتعت، يعني انا اخذتها اكثر هيك الله بالراف، يسعدك وبحب يا انا رب. اسمعك من زمان. الله يعطيك يسعدك. الف عافيه يا الله عباد، يعافيك يا رب. وان شاء الله تستاهل تكون حلقه ايد وغراب.